السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم منوعات كوكي. لو لسه بتشوفيني لأول مرة ما تنسيش تدوسي على علامة الاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. بص النهاردة بقى عملنا كشري روعة، حلو جدا. الله الله الله، حلو قوي قوي. كله اسراره وكله تكاته، خطوة بخطوة، كل سهولة. بجد قد ايه جميل وريحته حلوة قوي قوي. ما ادوقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، هحط شوية دقة وشوية شطة كده صغيرة على شوية الصلصة على معلقة الكشري. مدوق كده. الله الله الله، حلو جدا. الله الله الله. والله طعمه حلو قوي قوي وريحته حلوه قوي قوي. احلى من بتاع المحلات الف مرة. بجد بكل تكاته بكل اسراره. يلا تعالوا بقى نشوفه عملناه ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا دي معاك كمية كده من المكرونة. دول كيسين صغيرين وكيس سباكيتا. طبعا مكسراه حتت صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا، مكرونه الكشري طبعا بتبقى صغيره. تمام. والسباكيتا طبعا بنقطعها كده علشان ما تبقاش طويله قوي. تمام. ودي معانا راس كبيره كده من الثوم. ودي طبعا معانا طماطم اهي، غسلها طبعا منضفاها كويس. وده قرن فلفل افرمه معاها. وده العدس طبعا نقعه في ميه اهو، بقاله ساعتين كده. بصوا يا جماعه، قطعت القوطه كلها اهي، حطيت البصل معاها والثوم. بصوا البصل قطعته، لازم تقطعي بصلايه او بصلتين كده مع الفلفل والثوم. كل ده بتفرميه مع بعضه كده في الخلاط، بنعمله كله ني في ني كده في الخلاط. تمام. هوريكم دلوقتي هنعمله ازاي. دي بقى التكات بتاعت المحلات فعلا. ومعايا ميه على النار اللي هسلق فيها المكرونه. بتغلي اهي. هسقط فيها المكرونه كده بالشكل ده. تمام. هقلبها كده كويس. بصوا معايا كده معلقه كده من الملح. تمام. وشويه كده كمان. بصوا دي التكايه بقى المهمه جدا. دي 7 بهارات كده، بيخلي ريحه المكرونه حلوه قوي قوي وهي بتتسلق. مع شويه الزيت طبعا والملح وكده بيخلوها طعمها وريحتها حلوه قوي. طبعا بعد ما سلقتها اهي بصفيها كويس كده. تمام. بصوا طبعا هفضيها في قلب الحله كده اللي كنا سالقين فيها. واحط لها زيت كده، فلفلها كده بالزيت عشان ما تعجنش طبعا مننا وهي لسه سخنه كده. طبعا هي مظبوطه عليها ملحها والتوابل بتاعتها وكل حاجه. طبعا ده الحمص اهو كده نقعه برده بقاله حوالي ساعتين 3 كده. حطيت شويه كده من كربوناتو، ربع معلقه كربوناتو، وشويه ملح وشويه توابل برده اللي هي ال7 دي. تمام. وده البصل برده مقطعاه شرايح اهو رفيعه جدا. حطيت له طبعا نشا وملح طبعا. حطي له معلقتين 3 كده من النشا على حسب الكميه اللي عندك. تمام. وبفلفله كده كده كله كده مع بعضه. تمام. بدعكه كويس قوي في الملح وشويه توابل طبعا. دي الحله طبعا اللي هحمر فيها البصل. كده الزيت كده بالشكل دوت. تمام. كميه زيت حلوه كده مش هنرميها طبعا، الزيت ده هنعمل بيه كل الاكل دلوقتي. تمام. عشان كده احمر البصل الاول. اهو بصوا بقلب بقى طبعا البصل كده كويس. دي القوطه اهي بعد ما فرمتها في الخلاط. تمام. وده طبعا الخلاط اهو هحط فيه بصلايه صغيره كده والفصين التوم اللي كنا شايلينهم، وافرمهم مع بعض كلهم في الخلاط. دول بتوع الدقه. تمام. وطبعا بقيه البصل عشان لقيته اتحمر فقلت بسرعه اشيله. بطلعه طبعا على مناديل ورق كده بالشكل دوت.
وطبعا بصفي البصل كله من الزيت علشان ما يبقاش فيه بصل يتحرق تاني ولا حاجه اما احطه تاني. بصوا، ده طبعا بقيت كميه البصل اهو. ده طبعا البصل اتحمر قد ايه، لونه جميل وروعه روعه روعه بجد، تحفه حلوه قوي. محمص محمص يعني. شويه البصل وشويه النشا دول او الدي بيخلوه حلو قوي. بصوا، بصوا لونه. ودي طبعا معايا حلة على النار يا دوب فيها شوية زيت بس، ودي طبعا القوطة اللي فرمناها مع التوم والبصل وكله في الخلاط مع بعضه. حطيتها طبعا كده وحطيت لها شوية ملح. تمام. ودي الدقة اهيت، حطيت لها شوية توابل. حلة طبعا معايا على النار، حطيت فيها الشعرية بقلبها كويس. ده طبعا كل ده من زيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. الحاجات دي كلها بتاخد من طعم البصل، بتخليه طعمه حلو قوي. الرز بقى والعيش اللي هحمره وكل حاجة. يعني بستعمل الزيت البصل في كل حاجة. وطبعا صح الدقة انا ما قلتلكوش انا بحط لها، ما بحط لها زيت طبعا ولا اي حاجة. وكله ني في ني برضو، ضربته في الخلاط زي ما انتوا شفتوا كده. وبعد كده احط له بقى، احط لها شوية خل وليمون تمام وتوابل. طبعا الرز اهوت بعد ما حطيت طبعا اهو يا حبايبي سقيته طبعا كده بالشكل دوت، اغطي عليه بقى يستوي. تمام. ودي الصلصة معايا اهي. اهي بصوا، حط لها طبعا التوابل بتاعتها. ديت الدقه بصوا قد ايه لونها جميل قوي. هعصر عليها طبعا ليمون كده وانا بطفي، يا دوب وانا بطفي اروح عصر الليمون عشان الليمون ما يمررش. تمام. يعني الخل والليمون ده في الاخر خالص وانا خلاص هطفي. تمام. وحطيت شويه خل برضو على الصلصه. التكايه دي بتخلي ريحه الصلصه حلوه قوي. بصوا ده طبعا العيش اهو، قطعته طبعا، ده عيش شامي. قطعته طبعا بحمره، ده في بقيه الزيت اللي هو كنا محمرين فيه البصل. تمام. انا قلت لكم هنستغله في كل حاجه. بصوا، حمره طبعا، هطلعه لونه ذهبي كده بالشكل دوت على مناديل ورق طبعا. حمر بقيه الكميه. تمام. وده طبعا طاسه هي معايا تاني على النار فيها زيت. هحط في قلبيها العدس طبعا اللي انا سلقته، وانا سلقت نص كميه العدس والنص التاني حمرته في الرز. تمام. طبعا لما بحمره كده في الزيت بيبقى حلو قوي، في الزيت او حته سمنه بيبقى حلو قوي قوي. وتحط له شويه توابل طبعا، ولو هو محتاج ملح ولا حاجه بتحطي له. بس انا طبعا حاطه له في السليق الملح بتاعه مظبطه له ملح يعني. تمام. بس هو ريحته حلوه قوي لما بتعملي فيه التكات دي بيخلي ريحته حلوه. تمام. ودي طاسه تاني معايا على النار اهيت. دي اللي هعمل فيها الشطه زيت. خليت طبعا الزيت سخن ورحت حاطه الشطه كده بالشكل دوت، بس ريحتها ايه، عدس بقى ايه ما اقولكوش. وحطيت لها طبعا مغرفه صلصه كبيره. هشوحها كده طبعا شويه على النار، واحط لها شويه خل طبعا. دي التكات دي اللي انا بقول لكم عليها بقى. بس كده والشطه بقت جميله وتحفه. بصوا حطيت طبعا طبقين كده من الدقه. والشطه اهي، الشطه اللي انا عملتها شطه زيت. ده طبعا طبق اللي انا هغرف فيه دلوقتي. تعالوا بقى يلا بينا نغرف كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب بس الحاجه اللي هنغرف بيها وارجع لكم تاني. اهي بصوا جبت بقى طبعا الرز. لسه طبعا طافيه عليه النار دلوقتي حالا، سخن قوي قوي. هجيب بس مغرفه كده ولا حاجه اغرف بيها. اهو بصوا يا حبايبي، بصوا الرز مفلفل ازاي وجميل. الله الرز حلو قوي، مفلفل مفهوش حبايه معجنه ولا اي حاجه. الرز ده زي ما انا قلت لكم احنا بنعمله طبعا، بنحمر الشعريه الاول. وبعد كده لما الشعريه تحمر بنحط عليها العدس، نشوحه شويه مع بعض، وبعد كده نحط الرز ونسقيه عادي. حطي له بقى مرقه ماجي مفيش مشكله اي حاجه، وتتبليه بقى زي ما انت عايزه. تمام. هشيله كده طبعا واجيب المكرونه. هسويه بس كده هو بالمغرفه عشان اعرف احط المكرونه عليه. تمام.
بصي المكرونه لما حطيت لها شويه الزيت، ما حطلها شويه زيت خلوها مفلفله كده وجميله، مش معجنه ولا لازقه ولا اي حاجه. اهي بصوا حطيتها طبعا كده اهو بالشكل دوت. تمام. وده طبعا العدس اهو اللي انا سلقته وحمرته في الزيت قدامكم. بصوا عامل ازاي، ريحته حلوه قوي وطعمه حلو جدا. انصحكم بكلكم بجد تعملوه بنفس الطريقه دي، والله هيعجبكم قوي قوي. بصوا بوزعه كده طبعا بالمعلقه كده بالشكل دوت، اي شكل بقى انت عايزاه. عايز تغرفي في اطباق صغيره مفيش مشكله، هغرف في السرفيز الكبير دوت. وهزينه بقى كده بشويه البصل. تمام. بصوا البصل هوريكم قد ايه مقرمش وجميل. بصوا بيتكسر ازاي معايا، مش عايزه اقول لكم بيتعمل ازاي. بصوا عشان اعرفكم قد ايه مقرمش، مفهوش ولا واحده طريه ولا واحده فيها اي حاجه، احلى من بتاع المحلات كمان. على الاقل حاجه انت عاملاها ببيتك وحاجه ضامنه نظافتها وكده، بتبقى حلوه جدا جدا. بصوا شايفين الجمال والحلاوه. بصوا طبعا برص البصل كده اهو بالشكل دوت. طبعا ده معايا الحمص اهوت. بص طبعا بعد ما رصيت الحمص كله كده بالشكل دوت. تمام. الحمص برضو حلو قوي، بيخلي الكشري حلو جدا. وده طبعا العيش اللي انا حمرته اهو، رصيت كام واحده بس كده وهرش عليهم شويه صلصه كده من فوق. والله ريحته حكايه، ريحته وطعمه حلو قوي. ودي طبعا الصلصه اهي. طبعا لسه هغرف اطباق صلصه تاني وكده، وكنت عامله سلطه طبعا. تمام. اهي بصوا. والعيش برضو حلو قوي. العيش يا دوب بنحمره بنحط له بس لما بنطلعه كده نحطه يتصفى، نحط له شويه ملح وشويه كمون، ولا اكتر ولا اقل. في ناس بقى بيحطوا له اللي هو الاطعمه بتاعه الفشار والجبنه والاطعمه والحاجات دي، مفيش مشكله. بس انا عن نفسي بحط له شويه الملح وشويه الكمون بس. تمام. بصوا شايفين الجمال والحلاوه، قد ايه جميل وتحفه روعه بجد. حلوه قوي قوي قوي. تسلم الايادي. بألف هنا وشفا اللي شاف، وبألف هنا وشفا اللي هياكل. بصوا حبايبي، خطير بجد، حلو قوي. الحمص برضو بتاعه طعمه حلو قوي، وكله بصراحه كله طعمه حلو قوي. يا رب الفيديو النهارده بتاعنا يا حبايبي يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه. هدوق انا الكشري بقى، معلقه صلصه كده وشويه دقه وشويه كده من الشطه، وقلب مع بعضه ودوق بقى، شوف الجمال والحلاوه ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. خد واحده تانية. مش قادره انا جعانه وعايزه ادوق، بصراحه انا بحب الكشري جدا. الله الله الله.